برج الجدي. هتكلم معاكم عن فترة هتكون فيها أنت على علم أنك لابد أن تكون بتحب نفسك أكتر. حتى أنا نزلت كده على المنتدى حالة الناس اللي بعبر بيها عن ناس كتير أو أبراج كتير، مش أنت بس، لكن أنت الأكثر احتياجا إنك تنتفض. وده اللي هيحصل معاك خلال النصف السنة اللي أحكي عنه. وفي البداية هقول لكم تلك الكلمات اللي المفروض تطبقوها في حياتكم واللي هتشعروا بيها قوي خلال النصف الثاني، وهي: لو عايزهم يحبوك في الاول انت حب نفسك. لو عايزهم يقدروك في الاول اعطي القيمة لنفسك. عايزهم يعملوا لك حساب، ما تقولش كل حاجة عن نفسك. انما بقى لو عايز ترد اعتبارك ابعد ووريهم نجاحك باعتمادك على نفسك. ده طريقك وتفكيرك خلال النصف الثاني. هقول اسبابه وهقول اسباب التحركات اللي هتجعلك تنظر لنفسك بعين مختلفة وتضع نفسك في المكان المناسب انت والابراج الترابية ايضا. هتكلم بالتفصيل، لكن تنويه كده للناس اللي بتتابعنا من غير اشتراك: اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو حابب تشوفنا تاني في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما بيظهر لك، وتفعيل الجرس. اللي عايز قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقة خلال سنوات القادمة، سنوات الأكثر حظا لأقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة، ونبدأ في حلقة مهمة لكم على مستوى المجال العمل، وإن أنت هتشوف نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجدي النصف الثاني شهر يونيو 2023. فترة يحدث فيها انتقال هام جدا للشمس إلى بيتك السابع، بيت الشراكات والعلاقات، وهقول تأثيرها عليك. ولكن من يوم 15 ليوم 20 أو 21 في تأثيرات هتبقى متواجدة معاك، وهي استمرار وجود الزهرة في برج الأسد، وأيضا عطارد في بيت العمل. وجود الكوكبين في البيتين بيجعلك أكثر سعدا بالنسبة لأمور العمل والبحث عن الذات. يعني هتكون شوية كده لو لكام يوم حتى هتبقى أناني على نفسك، يعني باصص لنفسك شوية. طيب هل ده هيحدث؟ ودي الطاقة العامة. عندك تغير كبير جدا في قناعاتك بداية من 21 بانتقال الشمس إلى بيتك السابع، بيت الزواج والعلاقات والشراكات. طيب يعني إيه؟ يعني هنا نتحدث عن فترة هتكون فيها بدايات لحسم عاطفي إلى جانب خط موازي، وهو خط العمل والبحث عن الذات. توليفة كوكبية بتجعلك تمشي في خطين موازيين، خطين موازيين، خط هدم وخط بناء، خط هدم وخط بناء. خط هدم لمن كان في حياتك مع الطلاق، وده اللي هيحدث بانتقال الشمس إلى برج السرطان. وده بيت بالنسبة لك صعب وبيظهر مشاعرك وبيظهرك على حقيقتك وبيكشف الناس على حقيقتهم حواليك، ويجعلك لمن لم يحسم حياته أو من هو فيه هرجلة في أمور من حياته، يجعلك أكثر قدرة على اتخاذ القرار عن قناعة، خاصة إنك مش هتبقى حاطط اهتمام قوي للعلاقات العاطفية والكلام ده. يعني هتبقى شخصيتك الجدية الحقيقية. عشان كده بقول هتعود لنفسك. شخصيتك الحقيقية هتظهر وأنت العملي جدا، ولن تتنازل ولن تترك نفسك للمهازل خلال. دي طاقة خاصة وجود واستمرار زحل طبعا في برج الحوت بيؤثر حتى على علاقاتك وبيخلي قلبك جامد قوي. يعني انت هتكون قلب جامد قوي خلال الفترة. العمل،
انت من اكثر المحظوظين في العمل. تاني، انت ولا بشرة خير، انت من اكثر المحظوظين في العمل، وانت من اكثر الشخصيات اللي هتبعد وهتوريهم نجاحك باعتمادك على نفسك. من الاخر، فترة ليكو سعد، بداية عمل جديد، عروض من الممكن ان تحدث، تغيير مكانك، طاقة. يا جماعة دي طاقة بتيجي، استغلوها. لو شعرت ان انت عندك الحاسة السادسة عالية جدا خلال الفترة دي، خاصة ان انت عندك المشتري في بيتك، بيت الخامس عندك، تمام، بيت مهم موجود في برج الثور. كل التحركات الكوكبية تساعدك، حتى لو كان تحرك سيء، حتى لو كان تحرك صعب، حتى لو كان تحرك الشمس الموجود، فهيبقى موجود بداية من اخر 10 ايام من الشهر في بيتك السابع. ده بيت حساس جدا، اصعب البيوت عشان اكون واضح. اي تحرك في برج السرطان اصعب، لكن انت بامر الله مسنود ومسعود بتاثيرات كوكبيه تجعلك تتجه الى العمل، كيفيه وضع نفسك في مكانك المناسب، انجاز العمل. قلبك هيبقى جامد قوي خلال الفتره. خدوا بالكم، اي قرار هتتخذه هو القرار الصائب خلال الفتره القادمه. اي قرار هتتخذه هو القرار الصائب. ليه؟ هيكون ناتج عن عقلانيه، هيكون ناتج عن فوقان، هيكون ناتج عن انك شخص بتبحث عن نفسك وحياتك، وقراراتك هتبقى نابعه عن او من داخلك للاستقرار، للطريق الصح. مش عايزين نعوج. الناس اللي بتتعوج ده هيبقى مشاعرك انك عايز طريق صحيح، عايز حد صريح. العمل عندك تطور فكري كبير، وعندك تغير في كل افكارك، حتى شكلك وستايلك. يعني انت خلال الفتره القادمه هتبقى شكل تاني خالص، زي ما انا كده لابس النضاره كده مثلا. في حاجه جديده يعني، تمام. هتلاقي الدنيا كده هتختلف معاك، عايز تعمل حاجات مش ما كنتش قادر تعملها، بتظهر مواهبك، بتظهر قدراتك، هتبقى طاقه تانيه خالص. لكن في العمل، هل في حظوظ في العلاقات؟ بس الجديد. يعني العلاقات الجديده هتبقى اكثر حظا، العلاقات الجديده تبقى اكثر سعاده، تبقى اكثر رؤيه، حاجات كده. ليه؟ لان اختياراتك هتبقى عن قناعه قوي، وهيبقى اختيار عقلاني. يعني اختيار راجل عملي او امراه عمليه، مش اختيار بالقلب. ده هيبقى التغيير المفيد لكم حتى في اختياراتكم العاطفيه. لكن المشكله تكمن في من هو يمر بمشكله في العاطفه، فانت ستكون مقدم على اختبار صعب بالنسبه للعلاقات العاطفيه. عشان اكون واضح، بتمر بدايه من يوم 21 باختبار صعب نتيجه لانتقال الشمس البيت الزواج والارتباط والشراكات. خدوا بالكم، الشراكات لن تخرج من تلك الدائره، شراكات العمل والصداقه، كل شراكات اجتماعيه. فتره انت الاكثر تعرضا للتغييرات نتيجه لاختيار ذاتك ونفسك. عشان كده بقول لك تاني، عايزهم يحبوك في الاول حب نفسك، عايزهم يقدروك في الاول اعطي قيمه لنفسك، عايزهم يعملوا لك حساب ما تقولش كل حاجه عن نفسك. ولو عايز ترد اعتبارك، هي دي التقيله بقى، ابعد ووريهم نجاحك باعتمادك على نفسك. وعد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخل على القناه جديد، اعمل اشتراك يا سيدي، اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انت لو حابب تشوفنا تاني، اشتراك وتفعيل الجرس. اللي عايز قراءه خاصه، بعمل قراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وطريقك ودنيتك وكل حاجه. اللي عايز قراءه يتواصل رقم واتس كاتبه على الشاشه، كاتبه على عنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي برجال الجدي جمال الابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.